أيها الإخوة والأخوات، إن الولايات المتحدة بعد المناورة التي رفضنا مجرد مناقشتها، خصوصا بعد أن فتحنا طريق الحق بقوة السلاح، اندفعت إلى سياسة لا نستطيع أن نسكت عليها. لا نستطيع أن نسكت عليها أو أن تسكت عليها أمتنا العربية. ذلك أنها أقامت جسرا سريعا تنقل به المعونات والمساعدات العسكرية لإسرائيل. لم يكفي الولايات المتحدة أن سلاحها هو الذي مكن إسرائيل من تعطيل كل محاولات الحل السلمي لأزمة الشرق الأوسط، فإذا هي الآن تتورط فيما هو أفدح وفيما هو أخطر في عواقبه. بينما نحن نقاتل العدوان، وبينما نحن نحاول إزاحة كابوسه عن أراضينا المحتلة، إذا هي تسارع إلى العدوان تعوضه عما خسر وتزوده بما لم يكن لديه. إن الولايات المتحدة تقيم جسرا بحريا وجويا تتدفق منه على إسرائيل دبابات جديدة وطائرات جديدة ومدافع جديدة وصواريخ جديدة وإلكترونات جديدة، ونحن نقول لهم إن هذا لن يخيفنا، ولكن عليكم وعلينا قبل أن تصل الأمور إلى نقطة لا عودة أن نسأل: إلى أين وإلى متى؟ إلى أين ونحن خريطة الشرق الأوسط وليست إسرائيل؟ إلى أين ومصالحكم كلها عندنا وليست في إسرائيل؟ إلى أين وإلى متى؟ أيها الإخوة والأخوات، لقد فكرت أن أبعث إلى الرئيس ريتشارد نيكسون بخطاب أحدد فيه موقفنا بوضوح، ولكنني ترددت خشية إساءة التفسير، ولذلك فإنني قررت أن أستعيض عن ذلك بتوجيه رسالة مفتوحة إليه من هنا.